السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ كنتمنى انكم تكونوا على خير وبخير ان شاء الله. اليوم غادي نوجدوا البنات مجموعين هاد الفطيره هذه الحلوه اللي كتصاوب بالمربى، اللي كتجي على هاد الشكل، كتجي محمره البنات وكتجي مكرمله وهشيشه. وانا متاكده بلي غادي تعجبكم. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو فيهم 2 بيضات، وغادي نحتاجو 70 ملل ديال الزيت، يعني كاس لاروب، قل من نصف كاس بواحد شويه، كاس العنبه. بالنسبه لنا الناس اللي عندهم الميزان 70 ملل. وبالنسبه للسكر سنيده غادي نحتاجو 50 غرام، حتى هي قل من نص كاس بواحد شويه، باش مازال غادي نديرو فيها المربى اللي هو حلو. داكشي علاش غادي نديرو غير شويه السكر في العجينه. وهذا هو الكونفيتير اللي غادي نحتاجو، ولكن ما غاديش نحتاجو دابا حتى من بعد. وغادي نديرو واحد الساشي ديال الفاني باش غادي نسمها، اولا تنسموها بالحامض المحكوك اولا الليمون، يعني اللي كاين نسمو باي حاجه متوفره عندنا، ماشي مشكل. دابا البنات غادي نبدا نحرك مزيان دوك العناصر السائله حتى تمتزج ونحس بان السكر سنيده داب لينا مزيان. هاد الفطيره البنات كتجي زوينه، وهي فطيره في الحقيقه ايطاليه ماشي مغربيه. كانت عطاتني الوصفه واحد الصديقه وكنت كنديرها من ديما وكتعجبني بزاف، داكشي علاش بغيت نشاركها معكم اليوم. غادي نزيد خماره ديال 7 غرام اولا 8 غرام، خماره ديال الحلوه. نعاودو عاوتاني نحرك مزيان. وهنا بالنسبه للدقيق عندنا 250 غرام ديال الدقيق، اللي ممكن اننا ما نستعملوهاش كامله اولا نقدروا نزيدوا عليها واحد شويه. كيف ما كتعرفوا ديما ان حجم ديال البيض كيتحكم، او حتى النوعيه ديال الدقيق، كاين اللي كيشرب وكاين اللي ما كيشربش. هنا انا عابره 250 غرام. الا زدت عليها غادي نقولها لكم، اللي كنت من قبل مغربلاه. غادي نحرك بحال هكا بشويه، ودابا غادي نحيد داك البوي وغادي نخدم بايديا. وغادي نبقى نجمع العجينه. هاد العجينه اللي كتجي على شكل صابلي، كتجي بحال العجينه ديال الصابلي. نجمع العجينه مزيان ونزيد كاع داك الدقيق اللي عندي. انا البنات هاد 250 غرام زدت عليها واحد 2 معالق تقريبا، كانت بقات لي العجينه مرخوفه وزدت 2 معالق. وما تزيدوش البنات الدقيق بزاف حتى تغسلوا يديكم وتعاودوا ديروها في العجينه، كتلقاو انها راه شاربه. من بعد ما ولات لي العجينه بحال هكا، كتجي ما كتلصقش في الايد وشاده في راسها مزيان. غادي ناخذ منها واحد شويه نخليه للزين باش نزين به الفطيره من الفوق. والشيء الاخر اللي بقى لي غادي نقسمو على 2 كرات. في نفس الوقت يعني ما غنخليها ما كترتاح ما والو، غادي نجيب بلاستيكه اللي حليتها اولا ورق غذائي اللي كان، غادي نرشها بواحد شويه ديال الدقيق باش ما تلصقش ليا. وغادي نبدا نقرص في ديك الكره اللي عندي، نقرصها على شكل دائري اولا على شكل ديال المول اللي غادي نستعمل. انا اليوم غادي نستعمل مول دائري، يعني نحاول انني نقرصها ونقاد الجناب باش تجيني في العبار ديال المول. بطبيعه الحال المول اللي دهنته من قبل بالزبده ورشيته بشويه ديال الدقيق باش ما تلصقش ليا. صافي غادي نبقى نقرص فيها هكا. وبلا ما نقلبوها نبقاو نقرصو فيها غير على نفس الوجه. كنعبر نشوف ان الدائره واش قد المول. صافي كنلقى انا قد المول، غادي نحطها في وسط منه. انا استعملت البنات هذا المول هذا اللي كيتحل من الجناب، تقدروا تستعملوا حتى ديال الزاج وتقدموها فيه، كتجي حتى هي مزيانه. صافي نحيد ديك البلاستيكه ونقادها على قد المول، ونطلع دوك الجوانب نطلعهم للفوق باش تشد العجينه مزيان، غير بالمهل بشويه باش ما تقطعش ليا العجينه. نبقى نوقف فيها بحال هكاك بيديا. والجهه اللي غادي تجيني عاليه بزاف نقطعها يا اما بالسكين اولا بجراره ديال البيتزا، وتكون طالعه شويه البنات على المول باش نقدروا نسقوا معاها الكويرات الثانيه ملي غادي نقرصوها. نوقفوا هكا نقرصوا ونوقفوها على الجناب مزيان.
صافي كيف ما قلت لكم كنقطع بديك الجرار ديال البيتزا، كتجي بحال هكا تقطع احسن من الموس. وداك الزوائد اللي كنحيد نحطهم غير الوسط، يعني ما نضيعهمش بلا ما نستغنى عليهم، نحطو بهم نحطهم الوسط، اولا نعمر بهم اي بلاصه بانت لي رقيقه بزاف اولا تقبت ليا من شي بلاصه نعمر بها ديك العجينه اللي كتشيط ليا من الجناب. بحال هكا. دابا البنات غادي نجيب الكونفيتير سواء ديال الفريز اولا المشماش اولا الكرموس اولا اي مربى عندكم في الدار، ما كاين حتى شي فرق. اولا تقدروا تعمروها بالشوكولات اولا كريم باتيسير، يعني كيتبقى لكم الحريه باش تعمروها على حسب الذوق ديالكم. نديروا الكميه كميه معقوله ديال الكونفيتير اللي تعمر لينا الفطيره كامله. نسرح هكا بالمعلقه باش نعمر الفطيره كامله ونعمر الجوانب حتى هما. وكيف ما قلت لكم لا تقدروا تعمروها باي نوع ديال المربى وتعمروها باي حاجه. غادي نزيد شويه ديال المربى باش تجي عامره مزيان، وهادي راه كيبغيوها الوليدات بزاف. صافي دابا بارك عليها. دابا نفس العمليه اللي درت في الاول غادي نجيب نفس البلاستيكه وغادي نرش عليها شويه ديال الدقيق وغادي نكرس الكويره الثانيه باش نغطي بها، عاود نرش الدقيق ونكرس. نكرس هاد المقله ونتاكد انها راه قدها قد المول قبل ما نهزها. بحال هكا البنات ملي كتجي عبار نهزها عاود ونغطي بها الوجه اللي دهنتو بالمربى، ونبقى نقاد هكا ونبقى نقاد ونلاصق الجوانب مزيان ونورك عليهم بصبعي مزيان. لاصقها مع العجينه التحتانيه اللي كنت طلعتها مع الجوانب ديال المول واحد شويه بحال هكا البنات. بنفس الطريقه عاوتاني الا كانت جاتكم شي بلاصه عاليه اولا هذا غير بالجراره ديال البيتزا تقطعوا وتقادوا وتفينيو العجينه. صافي هنا غادي نخليها شفتوا بحال هكا غير باش نقادها وباش ملي طيب تجي فيها منظر زوين. تقدروا البنات تقبوها الا ما بغيتوهاش تنفخ لكم وتجيكم عاليه بزاف تقدروا تقبوها. هنا غادي نجيب ديك العجينه اللي كنت خليت وغادي نديرها حليبلات بحال هكا ونقسم بها الفطيره على 4. تولي عندي بهذا الشكل هذا. حيت دوك المربعات المثلثات اللي ولاو عندي غادي ندير فيهم المورينغ. هنا البنات عندي البيض ديال البيضه اللي درت معاه قبيصه ديال الملح ونتاكدوا ان داك البيض ما نزل معاه حتى شويه ديال الصفر باش ما يخسروش لينا. ونبدا نطلع في البيض. نبدا نطلع مزيان حتى يولي رغوه بيضه، يعني قبل ما يولي ثلج بحال الثلج غير يولي رغوه بيضه هكايا كثيره. غادي نبدا نزيد في السكر ثقيل. السكر ثقيل البنات عندي تما 150 غرام، اولا تقدروا ديروا حتى سنيده حتى سكر سنيده الا كانت عندكم رقيقه، النوع ديال سنيده اللي رقيق وكيذوب دغيا، ولكن من الاحسن سكر ثقيل اولا سكر كلاصي. كيف ما قلت لكم عندي 150 غرام اللي غربلتها وحيت من الكويرات باش يذوب ليا مزيان مع البيض يذوب ليا دغيا. وكنبقى نزيد بشويه بشويه في السكر وكنطرب في نفس الوقت ما كنحبسش من التطراب. انا كنزيد في السكر وكنطرب حتى نكمل كاع الكميه ديال السكر اللي عندي.
البنات من بعد ما كملت السكر راه المرينغ ديالنا كيجي بحال هكا. صافي دابا غادي نحبس وغادي نجيب الحلوه ديالي باش نزينها قبل ما تدخل الفران. دابا غادي نبدا نعمر دوك المثلثات ونخلي داك الفرق ديال العجينه اللي درتها للتزيين ما نوصلوش ليها، يعني نوصلو غير للجناب ديالها. نعمر بالمرينغ مزيان، نعمرهم بربعه بهم. وفي هذا الوقت انا البنات راني دايره الفران كيسخن مشعله غير لتحت على درجه الحراره 180، وغادي ندخل ليه الفطيره ديالنا طيب. ما كتاخذش بزاف ديال الوقت، نبقاو راكدين معاها البال حتى تبدا لي طابت وتحمرات، عاد باش نشعل لها من الفوق باش تكمل الطياب ديالها. من بعد ما طابت هكا كتجي هكايا مقسومه على 4. هذا هو الغرض من داك الحريبلات اللي درت ديال العجينه، وكيجي المرينغ بحال هكا محمر وطيب. شفتوا الشكل ديالها كيجي زوين في الحقيقه. انا دابا غادي نبدا نزين هذوك الخطيطات بالمربى، وغادي ندهن الجوانب ديالها حتى هما بالمربى، وندير عليهم شويه ديال الكوك نقدروا نديروا كوك نحمرو او نديروا فيه ملون غذائي بالحمار او لا. هذا انا ما كانش عندي الملون باش نديرو، داكشي علاش درتو غير بيض. في الاخير كتجي على هذا الشكل، كتجي راقيه في الحقيقه، كتجي زوينه في الشكل ديالها وفي المذاق ديالها، يعني ديال الضياف وديال تحمير الوجه. غادي نوريكم كيفاش جات من الداخل. شوفوا كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي عاليه وكتجي هشيشه البنات، كتجي مرمله صراحه. وكيجي داك الكونفيتير اللي فيها لداخل كيجي عاطيها لذه. غنقسم لكم باش تشوفوا، كتجي مرمله. كنتمنى انكم تجربوها وتخليو لي لي كومونتير تحت كيفاش جاتكم، وما تنساوش انكم تشتركوا في القناه ديالي الا كنتو اول مره كتزوروها، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.